عبد أحمد قدالي دها قال اللي نشق عن لي هاي أمر إلهي يا دعي في وسط يعني هني أبارح مركا يدعينا سوق قرني مال عرب الله وليان تقني سوا عبينا قال الدور واحد اللي راه لكل واحد لك سقانا سودا هدي لكل واحد قال ولا سودي مال فرمات اللي راه كذا كلا يا زقيلي قدروا أنا قاني وبهل راسو هان أنا مقول راسو أنا قاني جينا في صوماليا يا درها داغي قيل هذا داغي تضون نفن واحد متي كنت نفن واحد فريضة كنت كانوا ونقول سو قرمديو إلهي با حوق إسكاله ونول ما يدعو ونول كاني ونول إماني هذا قيل ولا درها يا بركس بدين قيل وسئل حين هاي هذا قرقار إلهي باله إلهي با قرقار إسكاله دولدنا قرقار باكرنا في عنتها إله وحي مكر في عنتها تلابضنا هذا في عنتها أدبا في عنتها واحد بالأد أستري كرا ونول طري وأن نقول وضع وحر لنا واخرنا إن شاء الله إلهي ذكيس دولتي هورا كمال جرتين ما أركي جرين قال شري وحلا قبصة يوم ما أنت الله ما أركي جرين وحصار راجع صوت ضاحي ومرضى وحلا قد بيجيت اللي قد وكان وان أرجني لكن ما أنت واحد عاي أو هبيك سوح دم الله ما ذي ما أركي جرين إلهي مهدي سواي أنا وحالي لها عثمان حسن أحمد جيدي وحنجوا ميل فرمات اللي راه قيل يوم سجوا جيد داق عني تضبها على دوار متي كنت هلادنا وكسوجين وحن هذا فندري أنا ماضي كنت هلقي سو قرمدي قيل وهذا على دورة داودن إله إسكاله ساس كنا قندونا ما أوجي لكن إيه وحن كبرينا حقيس عاف ما هاد إيه داو إن سلاح نوغديجا وحكرنا حسنينا كنت كنا سو نقول سو قرمدي إن نقول سو قرقار أو نقول ورقبة ربع سلاح يقام مشان يال نك الصومال إلهي وأركب وقرعما بالله التوفيق إلهي أمرك زمان عيرت قال ما أنت واحد عباي عرب له أبارا دودة سكلا فيجي ماشي أساس تجي دودة عرب له ولا عباي وصلنا نبض قاتلة كيسو جوري فرماتي مالي هذا عبين فرماتي الحمد لله عرب له بحدود إلهي أمرك أصدع قيل وحنا تضربنا واحد متي قال أفرت جارنا وافديها يكسب بدون قلب كنت تنجار أفدي وواحد سكرادا إيو الحمد لله إيو واحد فديه اسكو درسم هذا حلا بحشود بي هذا أي بختي مركا الحمد لله دولتنا ونوع مادي إلهي مهديس ضد فربنا نوع مادي قبيلة نحني دقودي وقاعدين وإحنا جاب مغن ملها دولتنا ونوع مادي وأنا لسوا عاوي الحمد لله كبضنا ورما إنه لسه سيادة رمنا ونوع مادي أو دولتي متى ونوع مادي هذا ينوس كرنت والحمد لله يجيلي أنت كرح بكتير ميزان نوع كرين ورما أنت هاي ماشي أنت نوع مادي وما سنت خير الله سوى ماتين مدحد إيوه الحمد لله أنت نوع مادي إيه دولتي وحجرتك يا لبر وماتين خير الله سوى ماتين الله ماشان عبد القادر محمد يوسف باليرها وحنا نقول الله عبد الجسر واخو مقادره وحاجرا ماشان قال انه قداقي وسينا لي او خدماراي ماشي انا aniga fadhiyo oo gaari uu ii imaaday soo socdo meeshu waa ku daatay hal ma gatay markan adu gaari daatay taqaatiirta waa noo imaatay gaari waa daaweynaysa nimankii gaalan laha aad iyo aad murug yar rafaad waa u rafaadsan yihiin marka aduu kale abaar baba taal gaalana waa wada jiifaa gaali badnaa waa wada jiifaa ilaahay ha aymiyo marka gurmad iyo wax tabar ee dawladda iyo dad wax tabar in gaas la soo caawiyo dadkii lahaa oo gafanahaas u weyn yahay oo ilaahay maga siibata gaalaas wixii loo soo gari karo loo soo garo dadka gaal lahaa biyaas ku jiro hay gaalaas dadkii lahaa la aymiyo way deen lagu qaadan ilmahay cunayeen iyo wixii lagu noolaaba asaga waay asagana ilgeeriyaad buu u eegay wax dhamaaday wax weeg waay macallin biyo uu ku jiro gaalaas waxaan u baahnay haddaan lahay dad ogaadeen oo muqaawil ah My name is Omar Chatsi. I'm a principal animal health officer working for the Department of Livestock and Veterinary Service. We came here today due to reports of suspected plant poisoning that has so far claimed at least 9 camels. So we visited the area that the animals are suspected to have been poisoned, and we managed to get the shrub, which is desert tobacco. So the desert tobacco normally brings in accidental poisoning because the consumption is
accidental. The animals normally don't intend to take it, but through attraction, because it somehow remains green at this time of drought, then they are able to take it up, and the poison acts normally very fast. So what we've done is actually to try to reverse the effects of the poison by giving antihistamines and supplementing the animals with minerals and multivitamins, so that there's no further effect of that poison within the animals. So right now we've managed to at least support around 50 camels that were, at the time of arrival, they were seen to have been affected by that poison. So those that were critical, I think one is just dying there, so in the dying process. And we are hopeful that whatever we've done is going to support these camels even further. We've taken the GPS coordinates for that area, which is inhabited with the desert tobacco, and we intend to advise farmers at least to not to take animals in that area. So, in fact, one of the herds that was proceeding to the place has been advised to divert those camels to another area. Thank you very much.